حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. ده يا حبايبي بلح ناشف هنحوله لعجوه. تمام. طيب انا عندي مقدار 1.5 كيلو من البلح الناشف ده، كان عندي في التلاجة من رمضان، فغسلته غسله كويسه كده عشان التراب اللي فيه وكده. وطلعت النوى اللي فيه من جوه. تمام. حطيته في حله، وحطيته على نار عاليه، ونزلت عليه بكوبايه من الميه. طيب اول ما كوبايه الميه دي تغلي مع البلح هنفضل نقلب فيه. اول ما تغلي مع البلح ههدي النار خالص. طيب اول ما اهدي النار طبعا كوبايه الميه هتتبخر والبلح يشربها خالص، فهنزل بنص كوبايه نص كوبايه. كل ما نص كوبايه هتختفي، كل ما نص كوبايه البلح يشربها، هنزل بنص كوبايه تانية. تمام. طيب لغايه لما البلح يطرى معانا خالص ويتحول لعجوه. تمام. طيب اول ما يطرى معانا البلح هضربه في الكبه او بالهاند بلندر او بهرسه البطاطس. اهم حاجه يبقى اول ما البلح يكون مستوي خالص معانا، ما يبقاش فيه نقطه ميه، يعني هنسيب لغايه لما البلح يستوي خالص والميه فيه تختفي تماما. تمام اهو، عشان اعزكم الله الميه ما تسببش اي حاجه في العجوه وكده. طيب اهو لما البلح استوى معانا تماما، هنضربه بالهاند بلندر او بهرسة البطاطس زي ما قلنا، او بالكبه. هنفرمه كده واهو تحول معانا البيوريه خالص، بقي ناعم بالشكل ده. هنزل عليه بمعلقتين من السمنه. عايزه تحطي سمسم حطي، مش عايزه تحطي برضو ده اختياري براحتك. هنزل عليه بمعلقتين من السمنه طبعا عشان لما نحفظه في التلاجة ما يجرالهوش حاجه. هنزل بمعلقتين من السمنه وهحفظه في اكياس تلاجة، في علب تلاجة، المتوفر عندك احفظي فيه وحطيه في التلاجة. ان شاء الله تاكلي احلى عجوه، تعملي بيها قرص وتعملي بيها المنين وتعملي بيها بسكوت الافران. شوفي هتستخدميها في ايه. مع السلامه حبيبي، اقول لكم في فيديو اخر ان شاء الله.